مش قد إلي رايحة وجاي. وصلت للصين وأنا عم بدور لفتوح على العروس، لقينا له وحدة تقريبا أكبر منه ب 15 سنة، إنه يلا يا بنت فتوح بارك بلا مرة، بتساعده بتعينه، عندها مصلحة بتشتغل، وهالولد هذا بشغله قليل وبارك، عندها 4 أولاد، إنا لا معلش خيتو أمرنا لله. ما في يومين 3 نلبس المحابس، هاي ميتة عمي، ميتة ميتة يا عمي، عمي وميتة قلت لها يقرف لي عمرك، أنا ماني مرت حدا. المهم قلت لها تفضلي ايش بدك خيتو؟ هاي ميت عمي انا بس اتجوزت اترك شغلي، جوزي مجبور فيني. قلت لها شقد انا مبسوطه فيكي، اصلا اخذتك انا على طمع، روح انقبري ما بدنا اياكي، ولا اولادها يصحوا نانا 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 لتقلعك، انا نانا ولك لسه كل عمري 37 سنه. المهم يا خيت مسكنا هيك ما لبسنا المحابس، قلت لها ان شاء الله يلبسك ابو خبيث، انا طالعه ما عجبني الوضع، ولا قال بدها تترك شغلها وابني يبتلي من غير شيء، ابني شغله قليل وعايف التنكه. تركنا جينا هلا على جماعه دلونا، قال البنت بايدها مصلحه خياطه، انه يلا نعمه الله احسن ما يرجع من الشغل يلاقيها مضمومه بالجستات عم تشهد، وتكون الشاهده الاولى. بتعرفوا التيك توك بده شهود دائما صادقين، وبده يعني وقفة قوية، والمشرفة دائما بتاخذ وقت، ما بدنا تكون لا مشرفة ولا شاهدة ولا تطلع تغني بالجيستات، بدنا اياها تشتغل. ما بدي يرجع ابني يتلف وراها ويهلك وراها وتبرك بقى مي فاضية مستلمة المشرف. المهم فتوح بارك بلا مرة، فتوح تعب كتير، لازم يتجوز، وما عم تزبط معنا حي الله وحده. تلاقي بنات الايام مشطوطات وما بيعجبن العجب، يلي بدها بيت ملك، يلي بدها مهر غالي، وفتوح ما معه بارك، ما معه منين يجيب يسرق، ما معه. هلا دلونا على جماعة قال بايدها خياطة ويعني بتشتغل منيح، قلت لها خيتو بجي بشوفها، ما عنا ها من هلا ما عنا نقلة، نحن بالبيت علينا دين، تصبر على جوزها اهلا وسهلا بناخدها، تبرك تساعده هي. بفيقة انا الصبح تروح على شغلها توكل على الله، وفتوح هو كمان يعني كمان ما اشبه شي، ها يعني كويس ابني وما اشبه شي وبخاف الله، بس يعني بستر عليها. يلا ادعوا لنا طالعين نشوف العروس، هي سيارة ابوها. ايه يا مو يا مو شو هذا؟ ايه ولي على حظك يا ابني، ولي على حظك يا فتوح على العلقة، عرفت يا مو يا مو يا مو، لا استقبال ولا لسان ولا لسان، مثل أطرميز مصر لا كسم ولا خصر. شو هذا؟ بخل أسود، تخيلوا لقمة أكل ما حطوا، عرفونا مسافرين وجايين من آخر الدنيا على هالاستقبال وهالبهدلة. يا مو على حظه لفتوح، والله ما له حظ يا حسرتي، ما رح يتجوز طول عمره، طول ما هيك عم يجي لك بخل أسود، لك كاسة مي ما قدموا ولا لا، بس لاني قلنا له ما بدنا اياها تشهد على الجستات وما بدنا اياها، بده ابني مرة تروح على الشغل من الصبح ما ترجع للمساء تلتهي تتسلى، وانا بسكت له الاولاد، انا امه كمان اولاد ابني هزولي بدني، رايحة اشوف من عند غير عالم اخطب. يا مو يا مو اشهد. هلا هي العروس ما اشبه شي، بس كمان متخبية جنب ابوها وخايفة كاننا ناكله. قرف وينه فتوح، اقسم بالله يصح لها مثله، اصلا بدها تنتقع عند اهلها طول عمرها ما يجيها خطيب، طول عمرها رح تنتقع عند اهلها ما رح حدا يسومها. فتوح تلاقي مثله اول، ابني كله فارس كرم، ولي على حظك ان شاء الله. ما بدي اشرب قهوه عند حدا.